الحلقة الثانية من برنامج نهج التدبر الذي يأتيكم برعاية جمعية نهج لتحفيظ القرآن الكريم في إنباري. شهر رمضان يمتاز بأنه هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه القرآن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. في شهر رمضان نزل القرآن كما أسلفت، وأيضا تدارس جبريل القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدارس جبريل القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام مرتان. هذا الشهر له مزية مع القرآن. لماذا؟ لأنه أولا نزل فيه القرآن كما أسلفت، كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. غالب ما يشتهر به رمضان بعد الصيام هو قيام رمضان، صلاة التراويح وصلاة القيام. ما هو أكثر ما يقال في هذه الصلاة، في صلاة التراويح والقيام، هو قراءة القرآن، ولذلك صار هو شهر القرآن. وإذا وفقت أيها العبد الكريم إلى أيضا التلاوة والتدبر والتفسير وكثرة سماع القرآن، صار شهرك قرآنيا بامتياز. ولذلك إذا دخل عليك رمضان فأقبل على هذا المصحف وأكب على هذا القرآن تلاوة وتدبرا واستماعا وختمة وامتثالا واحتكاما واستشفاء وتدبرا واستماعا، لأنه شهر عظيم. وسبحان الله العظيم، كثير من الناس اختلفت حياتهم وانتقلت إلى حياة فيها من السعادة والنعيم والرضا والطمأنينة فقط لأجل انكبابهم على هذا القرآن في شهر الصيام. أسأل الله أن يرزقك حلاوة تدبر القرآن في شهر القرآن.